بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول: كيف أستطيع أن أطرد الوساوس في الصلاة وأخشع فيها؟ حتى تخشع فالأمر يحتاج إلى جهاد، والقاعدة أنه كلما عظم شأن الشيء صعب الوصول إليه، كلما عظم شأن الشيء صعب الوصول إليه، ولكن الوصول إليه ممكن، فالأمر يحتاج إلى جهاد. أولا من الأشياء المعينة على الخشوع أن تجعل لك نصيبا من صلاة النافلة في بيتك حيث لا يراك أحد من الناس، تصلي في بيتك حيث لا يراك أحد من الناس ولو في آخر الليل، فإن هذا مما يعينك على الخشوع حتى يصبح الخشوع لك سجية. أيضا كما يقول العلماء: تقديم صلاة نافلة قبل الفريضة، فما تأتي تدخل الفريضة مباشرة، تقدم نافلة إما في البيت ولا في المسجد قبل الفريضة. قال العلماء هذا يجعل القلب يحضر في الصلاة. ومنها أن تستشعر معنى ما تقول في الصلاة، فعندما تقول الله أكبر تستشعر هذا المعنى، وعندما تركع وتنحني خضوعا لله وتقول سبحان ربي العظيم تستشعر معنى العظيم، وكيف أنصرف بقلبي عن العظيم. وهكذا في سائر الصلاة.